رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن طلق بن علي قال: خرجنا وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، فاستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة، وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. قلنا: إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف. فقال: مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. رواه النسائي. يفيدنا حديث طلق بن علي رضي الله عنه أمرا جديدا، وهو أنه كانت هناك معابد للنصارى في بعض المناطق حيث كان ينتشر الإسلام ويدخل الناس فيه، فتحول معابد النصارى وبيعهم وكنائسهم إلى المساجد، ولا يبقون على مبنى البيعة أو الكنيسة الذي يختلف بناؤه عن بناء المسجد كليا من حيث الجهة وترتيب القاعة والمنصة والصور والتماثيل، فيهدمون الكنيسة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويبنون مكانها المسجد. كما يفيدنا هذا الحديث أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوئه من الماء المبارك حتى يحملوه ويجعلوه في أساس المسجد. فقد كان طلق بن علي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن الوفد جاء من اليمامة، فقد كان معه 5 أفراد من بني حنيفة ورجل سادس من بني ضبيعة ابن ربيعة، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه وصلوا معه وأخبروه عن حال بلدهم وعن حصولهم على بيعة أي كنيسة للنصارى كان راهبها رجل من طي، وكان هو من أحبارهم ورهبانهم في الجاهلية، رغم أنهم لم يكونوا مسيحيين، ولكن المسيحيين لنشر ديانتهم كانوا يقيمون كنائسهم في بعض القبائل. فعندما أراد الوفد المغادرة إلى بلدهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الماء من فضل طهوره حتى يجعلوه في أساس المسجد، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أعطاهم فضل وضوئه. ويبدو أنه تمضمض وصب من ماء فمه الشريف في إداوة، فلما قالوا إنه ماء قليل ينشف في الطريق، والطريق طويل ما بين المدينة واليمامة يسافر إليها في أيام، فقال صلى الله عليه وسلم: مدوه بالماء، اجعلوا فيه من الماء الموجود عندكم فإنه لا يزيده إلا طيبا. وأمرهم بكسر البيعة ثم بناء المسجد مكانها، وأراد كل شخص أن يحمل إداوة الماء وتنافسوا في ذلك، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يحمل كل شخص الإداوة يوما واحدا ثم يأخذها الثاني ثم الثالث وهكذا. ويخبر طلق بن علي أنهم عندما وصلوا قريتهم وعلم الراهب بنيتهم وعزمهم ورفع الأذان للصلاة، فقال الراهب: إنها دعوة حق، ولم ينازعهم في أمر البيعة، وخرج من القرية في خفاء ثم لم يرجع إليها ولم يرى بعد أين ذهب وماذا فعل، ولكنه شهد بالحق، لأنه عندما سمع الأذان شهد قلبه وضميره بأنه أذان حق وإعلان حق ودعوة حق.
قال الشيخ عبد الحق رحمه الله: وفي الحديث التبرك بفضله صلى الله عليه وسلم ونقله إلى البلاد نظير ماء زمزم. ويؤخذ منه أن فضل وارثيه من العلماء والصلحاء كذلك. لا شك أن المراتب بعضها فوق بعض، ومرتبة النبي فوق جميع الناس، ولكن يثبت من ذلك أنه يمكن أن يتبرك بمثل هذا. والأولى ألا نقول إن فضل وارثيه كذلك، أي أين الثرى من الثريا، ولكن يستفاد منه أن الناس إذا طلبوا ذلك من عالم أو صالح لاعتقادهم في صلاحه وتبركهم بآثاره فلا بأس بإجابة طلبهم من دون مغالاة وانحراف في العقيدة. فلا نظن في ذلك ما يدخل في الشرك أو يكون ذريعة إليه أو تقليدا يتبع كسنة، ولا ينبغي تبديع هذا والتشديد فيه والفتوى عنه بالبدعة والشرك، فكلا الموقفين ليس صحيحين والحديث صحيح. وأكتفي بهذا الآن، وأرجو أن يستمر إلقاء الدروس من الأحاديث النبوية الشريفة إن شاء الله في قادم الأيام. وجزاكم الله وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.